مصطفى تعالى انزل. بصوا يا جماعه احنا في اول الشهر اهو، فاحنا بنستغل ان احنا في اول الشهر، فقررت ان انا في كده ريفرنس الفيديوهات بحبها قوي اللي هي بتاعت سحس. عارف لما بيروح منزل البوت بتاع الرز وعليه الجمبري ويقعد يغمس الصوص بالرز بالجمبري بتاع. المهم انا جيت فين بقى؟ جيت عند واحد اسمه شريمب كينجدم ده فين؟ في فندق فيرمونت اللي هو ناحيه النيل كده. يعني بص النيل ورانا هنا اهو، هتلاقي النيل كده، ده النيل يا جماعه، واحنا هنا في شريمب كينجدم. ما شاء الله مصطفى اللي عازم، وبقول لك ايه، ادخل شوف يا مصطفى. بص يا باشا، دبي خالص ده. ما هو يا جماعه بصوا المكان ده اصلا جاي من دبي. عشان كده هو في واحد اسمه ابو عبد الله ده اللي انا اكتشفته ده صاحب المكان، فاكيد ابو عبد الله ده مش مصري، فاهم؟ ابو عبد الله ده يعزمنا بقى. فاحنا هنخلي ابو عبد الله يعزمنا. يا ابو انت اسمك يا ابو فواز؟ انا ابو مصطفى. ابو مصطفى، لا ده مصري عادي. هو ده الستايل يا جماعه اللي احنا عايزينه. انا قررت بقى اطلب البوت دوت اللي بيبقى فيها شويه بقى بلح البحر مع الذره اللي هي السويت بوتيتو دي، سويت كورن، ده فيه مع وكابوريا وجمبري وقصه كده يعني، فاهم؟ مع شويه رز ابيض وتقعد تغمس. انت شايف المنيو اصلا فخمه قوي. ممكن ننزل باستا سي فود شكلها يا ترى الشكل ده هنلاقيه فعلا ولا ان شاء الله؟ اكيد فوتو سيشن وهم واخدينه حاطينه. وشوربه سي فود. احنا برضه عايزين نشوف الاسعار، وعايزين نلحق الناس تلحق تاخد الاسعار دي في الاول كده عشان تتصدم منها. ايوه انا من رايي ما تكتبش اسعار. اصل هو بص احنا في فندق وفيرمونت وعلى النيل، متوقع يعني. انا لسه هطلب وهعرف. وبقول لك ايه، ما تيجي نشوف كده ننزل ايه دلوقتي. بص بقى، وجينا احمد معانا هنا اهو. احمد ده بيجي ياكل يا باشا في جاست سماش اساسا. نفرش بقى المفرش عشان نبتدي ايه بقى. هو اكتشفت انه في دبي وكايرو، بس ده اصلا جاي من دبي. ده جاي من دبي طبعا. شكلها تبقى قصه. يلا بقى نزل شوربه. نبدا بقى بالشوربه يا جماعه. مع نص ليمونه. احنا نزلنا 3 شوربه. الواد كريم بص دايس في شوربه هناك مش حللها. أيوة. تعال نشوف كده الدنيا. طعم الفانسي دي برضه بيبقى ليها طعم كده تاني. ما تفهمش يعني، لما بتدفع فلوس كتير في الاكل بتحاول تنبسط بيه برضه، ولما بتدفع قليل في الاكل برضه بتنبسط بيه. بص البلحيه قد ايه، لا وفرشايه كده، عارف ماسكه نفسها. الله، ايه يا عم ده. بص ناخد واحده بقى كل حاجه كده مع بعض. فظيعه. طبعا شايفنا بس المكان فيه خلايجه برضه. شوربه كريمي طعمها مظبوط، كميه السي فود بتاعتها حلوه، انا عجباني. معرفش سعرها بقى هيخليني انا هعمل ازاي. رجل الكابوريا ديت احلى حته في الكابوريا، بس احنا ممكن ناخد ايه، نمصمص حته من الكابوريا كده تمام. فكره ان هم جايين في نقطه ضعفي، نقطه ضعفي السي فود والله العظيم لذيذه. هنقيم على الطعم 9 من 10. انزل باللي بعده. نجهز بقى يا جماعه، نلبس بقى ايه، بتلبس مريالتك كرايس عشان احنا داخلين على لغوصه فظيعه. انت هتلاقوا معركه بتقوم دلوقتي. يلا يا كيمو. لا بص بقى نعمل ايه. بص بقى دي بدايتنا ايه. اصبر بقى عشان انا هفتح لك بوتين يا مصطفى، مش بوت واحد. ده بص بقى احنا المفروض نعمل ايه. اصبر سيبني اعمل كده. اخد على جنب الشلينه دي. دي البوتيه الاولانيه. يا باشا يا سيدي الصوص الكريمي. هات لي بقى الرز ده عندي كده. انا كان نفسي اعمل الموضوع ده من زمان. الكابوريا شكتني شكه بنت لذينه. نبدا جمبريه. ده كريمي كيجن، وده الكيجن العادي. صوص الكيجن دوت او بهارات الكيجن ديت بتبقى بهارات للسمك عامه، هي طعمها مميز قوي. المهم انا بقى ايه، كان نفسي اعمل ايه بقى. الموضوع شكله ايه الادب يا مصطفى. تروح عامل ازاي، علمني. تروح حاطط الصوص كده وتروح جاي على الرز كده. خد لك واحد بلح البحر زي كريمي ده جامد قوي بقى. واهم حاجه يا جدعان ما نسيبش راس الجمبريه دي كده. تروح واخد شويه صوص عندك كده. اضرب شوف ايه ده عند القصه دي. اضرب ليه لا؟ نفسي احس الاحساس ده من زمان. الكابوريا عندهم كبيره قوي يا جدعان. سحس بينبسط قوي. انا بقى ندوق اللي هو ايه، صوص الكيجن العادي. يعني بص ده صوص كريمي، ده بقى طعم الزبده اللي باين فيه قوي. ده حار صح؟ لا عادي، انا طلبته ميديوم سبايس بس هو مش حراق يعني خالص، او ده حراق سن. هتلاقي كده ايه، زبده مع بهارات الكيجن. ماسك دول كده. انا عاجبني على فكره بقى. انا كنت فاكر ان ده اللي هيعجبني اكتر، بس حاسس ان بتاع الكيجن دوت زبداوي كده، باتري شويه.
بس البهارات هنا حاده شويه، هنا بهاراته خفيفه، طعم السي فود اللي طعمه خفيف، هنا بقى البهارات اللي هي بهارات تقيله. انت برضو الايه الحاجه مبهاره كده. ناخد معاه ايه؟ ناخد قطمه سويت كورن. ايه ده؟ انا ابويا بيقول لي مثلا زمان كده، يقول لي الغالي رخيص. انا فهمته. جيب لك الملخص. الصوص الكريمي ده لو انت هتعرف تطول في الاكل هتعرف تطول من ده بهارات زياده. انما انا بالنسبه لي انا هروح اعمل ايه؟ اروح واخد حته كده، واخد شويه من ايه؟ من الزبده دي، واخد شويه من الكريمه دي طيب، واخد شويه من الرز ده، ابتدي ايه؟ اميكس. وتروح واخد حته الجمبريه دي، تاخد بقى بهارات مع كريمي مع بتاع. هو في بهار بس زياده عن اللزوم بس والله. عاد بقى ريفيوات الحاجات اللي هي اول مره ادوقها ما بيبقاش ريفيو، هو بيبقى زي ما انت شايف كده. يعني بلح البحر كبير قوي هنا يا جدعان، انا اصلا ما بحبوش قوي بس ده يعني مش عارف طعمه حلو بقى يعني. بحب الجندوفلي اكتر منه، بس الظاهر برضه عشان احنا اللي بيجي لنا مجمد كله، فالظاهر ده جايبه ايه؟ جايبه من دبي كده شكله كده. انت عارف دي كان من امنيات حياتي ان انا اعمل الحركه دي والله. الحمد لله اتحققت على ايدي، الحمد لله يا رب والله. نفسك تقول اي حاجه ثانيه؟ ربنا كريم وكرمني والله، ووصلنا ان احنا ناكل الاكله دي. عايز تقول حاجه ثانيه؟ بشكر ابويا وامي وكريم ومصطفى والعيله كلها والجمهور انه خلاني اضطر اصور. لا في. طيب يا حميده، الاكله دي انا قيمها 10 من 10. ولا صراحه بقى 10 بصراحه. 10 ايه 9 ونص 9.75. اصل انا كان نفسي اكلها يعني، فانا ده احساس من جوايا. انا كان نفسي اعملها في البيت يا جماعه. هو ده المنظر بعد ما احنا خلصنا. هي مفيش حاجه متبقيه حرفيا غير القطمه دي. 3 افراد تم عمل جريمه قتل، جريمه اغتصاب لله. اغتصاب انا كيفت. انا كان نفسي حد يصورنا واحنا بناكل بقى بجد، اللي هو احنا مش انا اللي باكل، لا واحنا الثلاثه بناكل مع بعض. بقول لك ايه، يلا بقى اللي بعده. اوبا. بص بقى يا باشا، احنا نزلنا قلنا ايه، خلصنا لغوصه، قلنا ننزل كده حاجه على الهادي كده بقى، حاجه بتتاكل اللي هي ام شوكه وسكينه والكلام اللهبل ده. بص بقى، هو احنا اصلا يا جماعه في واحد صاحبنا رابع جاي، فاحنا طلبنا له بقى فود تاني عشان هو كان ايه، حلف انه هيموتنا لو ما اكلش. عندك بقى ده السلمون. يعني نشوف كده، ناخد ايه قطمه من الرز. الرز جامد قوي برضه، الرز الابيض ده. ايوه لغوص كده يا حميد. طب لازمتها ايه الشوكه؟ سيب يا عم الشوكه وكل. مغمض. ايوه يا عم. بص بقى بالنسبه لي انا كيفت اكتر تكييف في حياتي لا دقت بس عندي تعليق في السلمون، هو اوفر كوكد اساسا، مستوي قوي. لا هو السلمون اصلا ما بياخدش ثانيتين فاهم، ولو جاي لي ني شويه انا باكله عادي. ده اوفر كوكد شويه. تعالى نخش على المكرونه ونشوف الدنيا. دي مكرونه سي فود بالجمبري، دي مكرونه بالجمبري. خد قطمه بالجمبري بقى. ما انا هاخد بس الف الحته دي كده. ايوه. وعليها شويه بارميجان من فوق كده. من السحبه بتاعت المكرونه عرفت ان هي حلوه. والصوص هادي كده ومعتمد على الجبنه البارميجان، باتري قوي يعني، طعم الزبده فاهم فيها زياده شويه. برضه لو انت بني ادم باتري هتنبسط. يبقى احنا ايه، لو عايز تاكل على الهادي تاكل باستا سي فود او باستا بالجمبري. لو عايز بقى تضرب بوم فعلا، تخيل احنا منبهرين. تمام، تاخدك بوتس. وطلع ان احنا ضربنا بوت اللي هو الايه الكريمي، والبوت اللي هو الكيجن. ينفع تعمل اصلا بوت واحد ميكس. واكتشفت ان هم عندهم حاجه غريبه قوي، مش عارف افتح المنيو يا عم ده. يا عم عندهم سندوتشات، يعني عندهم سندوتشات في عيش بلدي عادي. والله العظيم في عيش بلدي، سندوتشات جمبري وصبيط وفيليه وبتاع في عيش بلدي. وديت اللي هي ايه اللي ب 60 جنيه والكلام ده. جنيه قالوا مصر بقى. الراجل بقى جاي من دبي عايز يعمل بقى فيها مصري، بس البوتس ديت بوم. احنا قدامنا ايه تاني؟ احنا كده انا هو طلع عنده دليفري كمان، بس انا البوت ده هاجي اكله هنا. ممكن برضه على فكره عشان كيس حراري برضه ممكن يجي في الدليفري حلو على مصطفى. تصدق ان هو كيس حراري بيفضل اصلا سخن طول الوقت. يجيب لك بقى لا وهو تلاقيه مثلا ممكن تقول له يجيب لك بقى مفرش زي دوت، تفرش انت على السفره وتسقط الحاجه تلغوص تنبسط. احنا النهارده كنا في فيرمنت في نايل تاور اللي هو قدام النيل بالظبط، اسمه شريمب كينجدم. انبسطت بصراحه يعني. تجربه تستحق التجربه برضه. 9.5 من 10. وبقول لك ايه، اقفل بقى مصطفى.